فكري معايا في المشهد ده. انت قاعده قدام شخص بيحكي عن مستقبله وعينه بتلمع، بكلامه منمق جدا، عارف هو بيقول ايه، بيوعد بحاجات كتيره جدا. طبعا مش محتاجه اقول ان دي قعده صالونات. وفجاه لقيتيه بيكلم الجخصان بطريقه وحشه جدا، وبتسمعي نبره حاده جدا لما بيتكلم عن سيره حد اختلف معاه قبل كده. فعقلك بيبدأ يبعتلك كده إشارة راد فلاج صغيرة اللي هو خدي بالك. بس في نفس الوقت تلاقي صوت تاني جواكي بيرد معلش أصل اليوم كان طويل جدا عليه، أكيد مش قصده وأكيد مش هو كده. يا مساء الخير في بودكاست لك الساعة 7 مع نور كل تلات وخميس. بما ان الفترة دي فترة الصيف، وبما ان فترة الصيف على طول معروفة بالويدنجز والجوازات والخطوبات، فحبيت ان الحلقة دي نتكلم شوية مع بعض عن الجواز والخطوبة في مصر. المشكلة في فترة الخطوبة ان البنات بقت بتاخدها ان هي فترة تجهيز، وان احنا نشتري عفش، وان احنا نتصور، وان احنا نخرج، وان احنا نعمل بوست على السوشيال ميديا. وبينسوا تماما ان هي عبارة عن اختبار ومحاكاة للي هيحصل بعد كده. بس المشكلة ان الهرمونات في الفترة دي كمان تحديدا الدوبامين بيعمل حاجة شبه التخدير المؤقت لمراكز النقد في الدماغ، اللي هو بتبقى الحاجة كريستال كلير قدامها وهي مش شايفة. يعني انت بتحسي ان انت هتشدي في شعرك، انت مش شايفة اللي بيحصل قدامك. لا اصل هو مش قصده، اصل هو مضغوط، اصل فترة التجهيزات تقيلة قوي عليه، اصل مبررات تقريبا هي مش بتبقى عايزة تكسر الصورة المثالية اللي هي بنتها قدامها. عشان كده اعتقد ان التقييم الحقيقي في فترة الخطوبة مش ان انا اسأل سؤال مباشر اللي هو نظام قولي كده انت عصبي، فالاجابة الطبيعية هتبقى لا خالص، انا اهدى انسان في الدنيا، انت هتشوفي ايه مفاجآت. تمام. فطريقة ان انت تجادج somebody بناء على حاجة دايركت وسؤال دايركت، اكيد هو مش هيذم في نفسه. لكن الطريقة اللي مفروض تتعمل ان هو يتحط في المواقف دي هي اللي بتبين. يعني مثلا طريقته في إدارة الاختلافات، لما بتختلفوا على تفصيلة بسيطة هل بتحول الموضوع ليه زي وور كده، ومين اللي هيكسب ومين اللي هيخسر ومين اللي الكلام هو اللي هيمشي في الآخر. كمان مثلا علاقاته بالحدود، يعني for example مثلا البنات اللي معاه في الشغل، انت مثلا قلتي لا على فلانة حاجة مش مريحاكي، رد فعله بيكون ايه؟ هل بيفهم وبيحترم، ولا بيستخدم اسلوب guilt tripping اللي هو احساس ان هو يحسسك بالذنب عشان تاخدي steps back، اللي هو انت شكاكة، انت خنقتيني، انا مش عارفة اتنفس. يعني تعالي نتخيل كده مع بعض السيناريو. بنت اسمها سارة دي في فترة الخطوبة كانت مخطوبة لأحمد، وأحمد ده كان شخص كريم جدا ومبهج بالنسبة لها. بس كان عنده حاجة زي راد فلاك صغير كده، ان كل ما سارة تقول ان هي خارجة مع صاحبتها الدنيا تتشال وتتحط. دي مؤشر لخناقة جديدة، اللي هو تبقى عارفة ان هي وهي بتقول له ان هي خارجة مع صاحبتها ان في خناقة. ويبدأ يقول لها يا بنتي هو انتي محتاجة حد غيري، انا كل دنيتك. ده مؤشر. طبعا هي سارة مش محتاجين نقول ان هي بتترجم الموضوع ده انه ده حب واهتمام، وعقلها الباطن بيقول الله ده بيحبني قوي، ده بيموت فيا، ما يقدرش يستغنى عني. لكن بتنسى ان تحليل النفس المنطقي للي بيحصل ده ان ده بداية عزل اجتماعي. فنقابل سارة دي بعد سنتين جواز، نكتشف ان هي بقت وحيدة تماما ومش قادرة تاخد اي قرار من غيره، وان الجملة اللطيفة اللي كانت بتتقال في الخطوبة كانت مجرد غلاف ناعم جدا جدا لاسلوب حبس هتقعد فيه كتير. اعتقد من كل الحاجات والحوارات والقصص اللي بقينا نسمعها دلوقتي توصلنا لحتة ان الخطوبة مش عشان نعرف هو بيحبني قد ايه ولا بيحبني اصلا ولا لا. الحب سهل في الاول، الخطوبة عشان نعرف هل الشخص ده عنده مرونة ورشد نفسي كفاية انه يبني معايا بيت متوازن، بيت safe environment. هو اصلا شخص بالنسبة له جهازك العصبي بيهدى، ولا بيبقى على طول كده تريجرد، مستني مصيبة، مستني خناقة، مستني زعل، مستني قمص. فيا صديقتي عشان ما طولش عليكي، الشخصية مش بتتغير بعد الجواز، ولا في عصاية سحرية هنكتشف ان احنا لا احنا غيرناه وان هو كله بيتغير و I can fix him. please شيلي I can fix him دي من قاموسك خالص. you cannot fix him and you will not fix him. وبليز ما تتجاهليش الاشارات الصغيره المايكرو بيهيفيرز اللي بتطلع منه. ايوه الشخصيه بتظهر وقت العصبيه ووقت الغضب، مش بتظهر وقت ما كل حاجه حلوه ورينبوز اند باترفلايز، مش بتظهر. كفايه مبررات ارجوكي، كفايه اصل هو مضغوط، اصل هو تعبان، اصل هو اعصابه بايظه، لكن هو في العادي مش كده، لا هو كده.
وانا عارفه ان ده صعب جدا، بس ارجوكي لو شايفه ريد فلاجز افسخي الخطوبه. انا عارفه ان الحته دي بتبقى سخيفه، خصوصا لو انتوا مثلا قربتوا على الجواز، فاضلكوا شهر ولا اسبوع ولا whatever، بتبقي قربتي. لو انا جبت كل حاجه، انا جبت فستان الفرح ده، انا بليز. انا عارفه ان الموضوع صعب جدا، بس صدقيني هو هيبقى اسهل مليون مره من ان انت تحاولي تصلحي حياه بعد كده ويبقى في اطفال بعد كده، او ان انت اصلا تكتشفي ان مفيش حاجه تقدر تتصلح وتضطر ان انت تطلقي. لو وصلت لحد هنا فشكرا جدا جدا ان انت كنت معايا في بودكاست لك الساعه 7 مع نور كل تلات وخميس. ما تنسيش تعملي لايك وسبسكرايب عشان نعرف نتكلم اكتر مع بعض.